اول ينتهي بالتعادل ما بين شباب بلوزداد والزمالك. الزمالك في اسوأ حالاته، اللعيبه مش عايزه تفوز، مش عايزه تهاجم، كله دفاع وحتى دفاع غلط. اسوأ اللعيبه من وجهه نظري في الشوط الاول محمد عبد الغني سيء جدا، فتوح عصبي مش عارف ليه، مش مركز خالص في الهجوم. مصطفى شلبي بعيد تماما وما ينفعش حتى في الزمالك. دونجا في الضياع. افضل اللاعبين من وجهه نظري حاليا احمد زيزو وجزيري. نيمار مش مركز، الزمالك بالمنظر ده هيجي فيه جون واثنين وهيطلع من البطوله من الماتش ده، مش حتى صابرين يطلعوا في الماتش الجاي مع المريخ. لا، الزمالك وحش الشوط الاول ونتيجه تعادل، ربنا يستر الشوط الثاني. اتمنى ان الفريق يتدخل ويحاول يعمل حاجه، لان الوضع كده احنا داخلين على كارثه. الشوط الثاني هيدخل فينا جون واثنين وثلاثه، اللعيبه مش في حالتها، اغلبيتها مش في حالتها. ارجو تدخل الاداره الفنيه فورا لانقاذ ما تبقى من الزمالك.